حب الأم لأولادها غريزة ربنا سبحانه وتعالى حطها في قلوبنا كلنا كأمهات. كل أم عايزة ولادها أحسن ناس في الدنيا، بس هل انتي بتعرفي تعبري عن مشاعرك لأولادك، لبنتك؟ هل بتقدري تقولي لها بحبك؟ التعبير عن الحب ده من أنجح المشاعر اللي ممكن تقدري توصليها لبنتك ولابنك، ان انتي تقولي له أنا بحبك. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعيني المحترمين، يا رب دايما تكونوا بخير. احنا كلمنا الفيديو اللي فات عن الجوانب الأساسية في تربية الأبناء. زي ما أنا قلت لكم، الجانب الديني، الجانب الأخلاقي، الجانب الثقافي، الجانب الجنسي، الجانب الاجتماعي. وكلمنا ازاي ان كل نمط من أنماط الأمهات لازم يتوفر عندها طرق التربية السليمة لأولادها. طيب، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في حاجة كمان أنا عايزة ألفت نظركم ليها. بالنسبة لأولادنا، هم بيعيشوا في مجتمع، تمام؟ احنا بنعيش في مجتمع وهم معانا. هم بيعيشوا في مجتمعين، مجتمع الأسرة الصغير والمجتمع الكبير، اللي هو المجتمع الخارجي اللي هم هيحتكوا بيه وهيساعد في تشكيل شخصيتهم. بس أنا عايزة أتكلم معاكم النهاردة عن المجتمع الصغير، أول مجتمع هيحتك بيه الطفل وهيأثر في شخصيته، اللي هو مجتمع الأسرة. بالنسبة طبعا كل واحدة عندها ولد وعندها بنت وبتربيهم وبتتبع الأساليب الصحيحة في تربيتهم. طبعا عندنا مراحل النمو اللي هي طبعا بتبدأ من سنة ل3 سنوات، بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت. الاتنين نفس الرعاية. أنا مش هقولك مثلا تربية البنت واسيبك مع تربية الولد، احنا هنتكلم على الاتنين، يعني من سنة ل3 سنوات رعاية البنت والولد، وتدلعيهم وتنظفيهم وتعرفيهم ايه هي النظافة، وتزرعي فيهم السلوك، كل السلوكيات والأخلاقيات اللي احنا قلنا عليها من سنة ل3 سنوات، اللي هو كل طبعا بالإشارات وبالحركات وبالحكايات، لأنه طبعا لسه صغيرين. هتجيلك بقى مرحلة من 3 سنوات ل6 سنوات، هتقدري تعليهم بقى ثقافة الإسلامية زي ما قلنا، الجانب الديني. ليه؟ لأن الإدراك زاد عندهم من 3 ل6 سنوات، خلاص هيبدأوا يتلقوا منك أي تعليم بقى في الدين، تحفيظ قرآن، سلوك، ازاي توطي صوتك، ازاي تردي كويس. وطبعا كل ده هي طبعا بتاخده منك في البيت، يعني كل أم بتنقل لولادها الأخلاقيات. وطبعا كل ده هيبقى فيه دلع، فيه نظافة، فيه جمال، فيه حياء. هنعرفها يعني ايه الحياء، والولد برضو. انا بتكلم على الجنسين يا جماعة، محدش يقول لي تربية ولاد وتربية بنات. يعني اي ام في الدنيا عندها ولد وعندها بنت، مش هتاخد الولد على ركن تعلمه تعليم وتاخد البنت على ركن تعلمها تعليم. الاتنين زي بعض، انت بتزرعي في الاتنين، في الولد وفي البنت، تمام؟ احنا اتفقنا على الموضوع ده. ولكن في حاجات للولاد هنتكلم عنها، وفي حاجات للبنات. لكن احنا بنتكلم على مراحل النمو من سنة ل3، من سن 3 ل6، من سن 6 ل9. كل ده الاتنين، الولد والبنت مع بعض، بتزرعي فيهم كل الأخلاقيات والسلوك اللي احنا اتفقنا عليه. تعبري لهم بالحب، تحبيهم، تحتضنيهم، على طول تقولي لهم بحبك بحبك، انتي قلب ماما، انت قلب ماما. هم الأطفال عايزين كده. ليه؟ لأن هم هيتشبعوا منك الحب ده، هيرجع لك انتي، هيحبوكي انتي، بما ان انتي بتعبري لهم على طول عن حبك. هم الأطفال عايزين كده، الأطفال عايزين كده لحد ما يكبروا تفضلي تعبري عن حبك ليهم. انتي أمهم، انتي أمهم، انتي اللي بتدي لهم الحنان، انتي وضع الحنان في الدنيا ليهم والأمان. فلازم يا جماعة الأمهات تتعلم التعبير عن الشعور لأولادها، إذا كان بنات ولا إذا كان ولاد. في حاجة بقى يعني مهمة قوي قوي عايزة أكلمكم عنها برضو بالنسبة للمجتمع الصغير اللي هم بينشأوا فيه، وهو مجتمع الأسرة. نخلي بالنا يا جماعة من السلوكيات قدام الأطفال.
لان دي حاجات طبعا الواحد شافها على مدار سنين حياته، من خلال اسر ومن خلال تربية. يعني مثلا في امهات ما بتاخدش بالها ومثلا تكذب قدام الولاد، فهو في اللحظة دي هيكتسب الكذب منك. تمام. في برضو امهات للاسف وشفتهم حقيقة بيعلموا ولادهم الفتنة. ازاي؟ هقول لكم ازاي. يعني مثلا كل ام وكل اسره فيها خلافات، بين اسره الاب مثلا والزوجه وكده. هو مثلا ام لقيتها بتقول لابنها وهو رايح مع بابا لعمته، خلي بالك اللي عمتك هتقوله لباباك تيجي تقوله لي. ده حصل قدامي. فانا قلت لها كده ما ينفعش، انت كده بتعلمي الولد الفتنه. قالت لي لا لا، فتنه ايه؟ ده صغير مش عارف حاجه. انا بكلمكم بالنسبه للمجتمع الصغير اللي الاطفال بينشأوا فيه قبل المجتمع الكبير الخارجي. ليه؟ لان هم الاطفال، قلت زي ما قلت لكم يا جماعه، بيكتسبوا كل السلوكيات، ايجابيه وسلبيه. ممكن الام والاب من غير ما ياخدوا بالهم يزرعوا سلوك سلبي يفضل مع الطفل طول حياته. وده اللي حصل بالفعل. انا بحكي لكم حادثه حقيقيه على فكره. دي حد انا كنت عارفاه، يعني حد عارفاه معرفه شخصيه، وعملت كده قدامي. قلت لها الولد ده كده يتعلم الفتنه. الكلام ده طبعا كان من زمان، وهقول لكم النتائج. يعني بعد ما الولد كان بيعمل كده ويروح مع باباه ويسمع باباه بيقول ايه هو واخته، ويجي يقول لمامته ده عمته قالت كذا 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 كذا. الولد ده يا جماعه فضل متنشأ على الفتنه دي لحد ما كبر، والفتنه دي قضت على حياته. قضت على حياته ازاي؟ كبر واشتغل في مكان حلو مع ناس كويسة، ومارس نفس السلوك مع صاحب الشغل اللي هو بيشتغل عنده. فتن عليه. يعني صاحب الشغل ده كان متجوز على مراته، راح قال لمراته ده بتجوز عليكي. صاحب الشغل ده محامي الدنيا، يعني بصوا رفضه من شغله لدرجة ان هو أثر على حياته، طلق مراته واتجوز واحدة تانية ورجع اتجوز عليها واحدة تالتة. ليه؟ لأنه هو عايش بالفتنة في حياته. اكتسبها منين؟ من الأم. يعني الأم اللي زرعت الفتنة دي جواه. فالفتنة عملت ايه في الطفل ده؟ قضت على حياته كراجل. فعشان كده احنا بنتكلم في ان احنا نخلي بالنا من اولادنا في مجتمع الاولاني اللي هو مجتمع الاسره. الاب والام يخلوا بالهم جدا من كلامهم، من سلوكياتهم. فيش كذب قدامهم، مفيش فتنه. ما اقولوش مثلا هقول لي كذا على كذا. لما هو خلاص هيكتسب كده، خلاص الصفه دي هتفضل ماشيه معاه طول حياته. فعشان كده انا حبيت اتكلم عن موضوع ان احنا بنخاف على اولادنا قوي وبنربيهم وبنشوف الجوانب الصحيحة في تربيتهم، وبعد كده بنخاف عليهم بقى لما يخرجوا للمجتمع الخارجي اللي هو المجتمع الكبير، اللي هو الاحتكاك بقى. الطفل ده هيخرج، هيروح مدرسة، هيتعامل مع اصحابه، هيتعامل مع مدرسين، هيتعامل مع اهالي اصحابه، هو اذا كان هو او البنت او الولد يعني. فطبعا الاحتكاك الكبير ده بقى، ده هيبقى ليه مشاكل كبيره قوي قوي، وهيبقى على عاتق الام طبعا ان هي تفضل تراقب ابنها او بنتها من خلال علاقاتهم بره، من خلال طبعا المدرسة، أصحابهم في المدرسة اللي هيبدأوا يصاحبوهم ويبدأوا يعملوا معاهم علاقات إن هم هيبقوا مع بعض في سنين طويلة. لو هم مثلا من كيجي والمدرسة مثلا لثانوي، الأطفال دي هتفضل علاقتها هتتوطد مع بعضها لحد ما يطلعوا ثانوي ويخشوا الجامعة. فطبعا في خلال الفترة دي ومراحل النمو اللي احنا قلنا عليها لحد ما هنوصل لمرحلة من 10 ل 11 اللي هي مراهقة مبكرة، طبعا هتركزي في كل حاجة، وأولها الجانب الديني والحياء والخجل. ونعرف الفرق بين ايه هو الحياء وايه هو الخجل. الحياء اللي هو الحياء في التعاملات وفي الردود، الخجل اللي هو الخجل اللي ما يهدرليش حقي. فلازم نفرق لهم في كل حاجة. فعشان كده بقول لكم ان هي تربية الاولاد يعني محتاجة باع كبير قوي قوي من الاهتمام، وما نطنش اي فرع من الفروع محدش يستقل بيه.
يعني لو قلت لك ان انت السلوكيات ان انت تقولي لها او تقولي له وطي صوتك او رد كويس، ده مهم جدا، ما تستهتريش بيه. جانب الحب، انك تعبري بالحب لاولادك ان انت بتحبيهم وبتخافي عليهم وانت مصدر الامان ليهم، على طول في تواصل معاهم، على طول قاعده معاهم. مفيش حاجه اسمها تسحبك من ولادك، مفيش حاجه اسمها تقعدي على تليفون وتسيبي ابنك او بنتك يجي يقول لك عاوز حاجه ترمي له فلوس عشان ما يزهقكيش، وتفضلي قاعده مهتميه بخصوصياتك وانتاجاتك وهواياتك. لا، كل ده هيأثر على تربية الأولاد. فعشان نخلي بالنا إن أولادنا يفضلوا معانا في حضننا، ما يفلتوش مننا، لازم نخلي بالنا من كل الجوانب دي زي ما قلت لكم. وأهم حاجة إن الست تتقي الله، تتقي الله في نفسها وفي زوجها وفي بيتها وفي أولادها، لأن دول أمانة ربنا سبحانه وتعالى إداهم لنا. فما ينفعش إن أنا أفرط في أي فرع من الفروع دي في التربية. ده اللي انا كنت عايزه انوه لكم ليه النهارده، وهو ان احنا نخلي بالنا في تعاملاتنا قدام اولادنا وسلوكياتنا احنا الاول. يعني سلوكياتك مع زوجك ومع اخواتك ومع اهلك قدام اولادك. في حاجه كمان برضو يا ستات، بالنسبه اللي في ستات بتنسى نفسها خالص بالنسبه للبنات ولادها، ويبقى مثلا قاعده مع صاحبتها وبنتها قاعده عادي، قاعدة تتكلم مع صاحبتها، قاعدة تتكلم مع أختها، قاعدة تتكلم مع أمها عن أمور شخصية، عن مشاكل بينها وبين زوجها، بتشتم مثلا على بابا البنت أو كده هوت. كل ده البنت بتتشبعه من الأم. هتبصي تلاقي في لحظة بنتك مش بنت، هتلاقيها ست كده مقروطة تمام وبتتكلم زي الستات. دي حاجات طبعا شفناها كلنا في حياتنا. ده ليه؟ لان البنت دي قاعده على طول مع مامتها، مع اصحاب مامتها، مع خالاتها، مع تيتا، وقاعدين بقى كل واحده جايه تحكي مشكلتها في بيتها مع زوجها، وهي قاعده كده مطرطقه ودانها كده. انت كده عملتي ايه بقى؟ انت كده خلاص هتلغي بقى جانب الطفوله من البنت، وهتاخد بقى ايه جانب الانسه بقى، ايه تبقى عندها 6 سنين كده وبقت انسه. فخلي بالنا يا جماعه، لان الحاجات دي انا كلها شفت الحاجات دي، تجارب شخصيه شفتها، لاني كنت مدرسه وبيجي لي جيل بقى، جيل طالع 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 وبنات وولاد، وبشوفه كنت بتعامل مع الاطفال. في بنات ما كنت بحس ان هم بنات، اطفال صغيرين بحس ان هم ستات، وكنت بلجأ للأم وأقول لها بنتك ما تقعديهاش معاكي انت وأصحابك أو انت وإخواتك، البنت بتتكلم زي الستات الكبار. فنخلي بالنا يا جماعة من الحاجات ديت. ليه الحاجات دي كلها ستات كتير قوي مش بتاخد بالها منها، وتفوجأ تلاقي بنتها شخصية تانية. أمال ليه المشاكل بتكتر في مرحلة المراهقة؟ لما نيجي نلاقي بنت تقول مثلا انا ما بحبش ماما، انا بزهقانه من ماما، انا بحب صاحبه ماما اكتر منها، انا بحب جارتنا اللي فوق وبطلع احكي لها. ليه؟ ما هو حصل هنا بقى حصل بعد بين الام وبين البنت. الام اهتمت بحاجات وركزت مع حاجات وسابت البنت والولد. وشفت والله تجارب في حياتي كتير قوي قوي، ان الام تبقى قاعده في اوضه وقافله على نفسها وسايبه اولادها كل واحد قاعد في اوضه، عاوز حاجه ترمي له فلوس يروح يجيبه وبتاع عشان ما يدوشهاش. والولاد ديت فشلت في حياتها، وصلوا لمرحله معينه من التعليم ووقفوا ما قدروش يكملوا عشان عندهم فجوه، ما عندهمش اشباع عاطفي من الام. فيعني الحاجات دي كلها يا جماعه نخلي بالنا منها، ونخلي بالنا من مراحل نمو الاطفال. وطبعا هندخل بقى على مرحله المراهقه دي، طبعا ليها كلام تاني خالص، لان هي مرحله صعبه شويه ومحتاجه مننا بقى ايه، يعني من كل ام ومن كل اب وقفه جامده، لان خلاص انت ابنك وبنتك اتشكلوا وخلاص بقى ليهم فكر وثقافه. فاحنا هنشوف النتاج بقى، نتاج مراحل النمو دي كلها هيطلع لك في مرحله المراهقه، وازاي انت بقى هتتعاملي مع بنتك ومع ابنك في المرحله دي بقى اللي هتثبتي فيها نجاحك كأم، ان انتي هتقدري تتكيفي معاهم، مش هيبقى عندهم مشاكل، مش هيبقى عندهم تمرد، هيبقوا مراهقين طبيعيين، لان المراهقه معروف سماتها ايه، وكل ام واب بيتعاملوا معاها عادي خالص لحد ما بتمر بسلام. ولكن في ناس بتحصل عندها الضربات بقى،
التمرد بقى والعناد والمشاكل والخناق، وبيوصل بقى الكره وتفضيل وإذلال وسخط وانفعالات. فطبعا احنا مش عايزين نوصل للمفارقات دي مع الأولاد، وإن شاء الله يمروا بفترة تربية سليمة، ويقدر كل أم وأب إن شاء الله بإذن الله على تربية أولادهم على الأخلاق والفضيلة والدين. إن شاء الله بإذن الله هبقى معاكم في فيديو كمان بالنسبة للمراهقة للولد والبنت إن شاء الله بإذن الله. يلا أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أرجو مكنش تقلت عليكم، بس والله حبيت أتكلم معاكم في حتة إن احنا نخلي بالنا من المجتمع الصغير، الأسرة، والمجتمع الكبير اللي إن شاء الله يخرجوا له بسلام بإذن الله. يلا أشوفكم إن شاء الله على خير. تنسونيش من فضل دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله.